لو عاوزين تعرفوا الاكله الجامده دي الشهيه جدا ايه هي وايه ازاي بنعملها، خليكم معايا لاخر الفيديو. هعمل لكم احلى طحال ممكن تاكلوه. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا النهارده تاني يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. انا النهارده جايه لكم باكله جميله جدا، وان شاء الله في ناس كتير كتير بتحبها وهتقول ايه رايها في الاكله اللي انا ناويه اعملها النهارده. ده طحال يا جماعه، هنعمل طحال مشوي. هنشوي الطحال، بس هنشوف هنعمل ايه، هنتبله ازاي. انا جبته يعني بصوا ما رضيتش اعمل فيه اي حاجه، حابه اوريكم من اول خطوه في الطحال هنعمل ايه. اول حاجه الطحال شايفين طبعا الجلد والحاجات دي. اول نقطه لازم نعرفها ان الطحال ده لازم يتسلخ. يتسلخ يعني الجلد ده كله لازم يتشال، ويبقى الطحال هعمل معاكم الموضوع ده خطوه خطوه كده مع بعضنا، وهنشوف هنعمل ايه. همسك الليمون ده كده اركنه، وهمسك الطحال زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا ده اسمه عمليه سلخ الطحال، اللي انا اشيل الجلد اللي من فوق ده بالطريقه دي. يا رب يكون واضح بالنسبه لكم كده تصوير كويس، وتكونوا شايفينه كويس جدا، عشان انا عاوزاكم. هو مش صعب، انا مجرد ما بمسك بدايته الجلد ده بيتكر في ايدي كده، بس تخلوا بالكم من ايه، احيانا كده بيكون في بواقي. فانا واحده واحده مع بعضينا، اللي هيكون في بواقي هرجع له تاني وهتلفها. شايفين ازاي طحال انا بسلخه. الحته دي هشيلها بالسكينه في الاخر اللي بتكون ماسكه دي. شايفين حضراتكم شايفين انا طلعت ايه من الطحال ده كله. الجلد اللي كان رايق جدا كده قدامكم ده، اللي كان كده الغشاء اللي على الطحال، انا كده تقريبا لميته. ده خلاص ده بيترمي. الطحال خلاص كده بقى قدامي سليم. لو في اي بواقي زي كده انا بشيلها، بركز عليه كويس جدا، عشان انا بيتهيألي اهم نقطه في الطحال اللي انا بعملها دي ان انا اسلخ الطحال كويس، ما اخليش فيه اي بواقي. البواقي دي اللي تعصلج معاكي تدفيها على طول بالسكينه تكون حاميه. بس انا حابه احاول اشيله بايدي الاول، علشان انا ايه السكينه ما تاخدش من الطحال. شايفين ازاي انا كده بدور على اي بواقي جلديه عشان اشيلها. انا كده وريت لكم الطريقه، وزي ما حضراتكم شايفين الطحال كده انا بدور على اي بواقي جلديه عشان انا اشيلها. هفضل ادور لحد ما اخلي الطحال كله نظيف مفيهوش اي حاجه، بيبقى لحمته كده محمره كده، خلاص كأن انا وصلت للحم بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. انا هخلصه خالص وهرجع اوريكم انا وصلت لحد فين. وكده انا خلاص انتهيت من شيل الجلد اللي كان على الطحال. كده الطحال خلاص بقى نضيف خلاص قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي حاجه. انا هعمل ايه اول حاجه عشان انا ازيل الزفاره بتاعه الطحال؟ بعمل له ايه يا جماعه، بفتحه كده فتحات كده، كل كام سنتي كده هعمل فتحه. شوفوا انا فتحته ازاي، بصوا
انا كده فتحته زي ما حضراتكم شايفين. انا كنت حاطه ليمون في الاول، بمسك الليمون اللي انا كنت مقطعاه وهبدا اعصر الليمون الموجود معايا بالطريقه دي. انا كده حضراتكم شايفين هنا في ميه ليمون قدامكم، واحط الملح بالطريقه دي يا جماعه. انا كده بزيل وبغسل الطحال بالليمون والملح. الليمون ده يا جماعه بيزيل زفره الطيور، بيزيل زفره اللحوم. الليمون ده جميل جدا جدا جدا. شوف انا بعمل ايه في الملح والليمون. بمسك الطحال بتاعي عشان خاطر يخش الملح والليمون هنا في الحاجات اللي انا فتحتها دي الطحال، وبشربه من الملح والليمون. هسيبه مش كتير، 5 دقايق بالطريقه دي، وبعدين هشطفه كويس وهنشوف هنتبله بايه قبل ما نحطه في الفرن. هنشوف مع بعضينا ايه التوابل اللي هنستخدمها، ايه اللي ممكن هنحط ايه بالظبط. برضو مش هقول لكم، هنستنى الخطوه القادمه وهنشوف هنحط ايه للطحال في الصينيه بتاعتنا في الفرن. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما انا خلاص شطفت الطحال من الملح والليمون. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الطحال لونه اتغير، لان طبعا كان لونه زي الكبده بالظبط، بس دلوقتي خد اللون ده من الليمون والملح. فانا غسلته وشطفته بقى الحمد لله تمام خالص كده. فانا ناويه احط له ايه بالظبط. احط له بصله مبشوره بالطريقه دي ناعمه جدا، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وتوابل لحمه، و3 حبات طماطم انا برضو بشرتهم بالمبشره. هنبدا ونمسك اول حاجه كده الطحال بتاعنا، وهحطه في الصينيه الفرن اللي انا هشتغل عليها. زي ما حضراتكم شايفين الطحال كده. هخلط التوابل دي كلها ببعضيها زي ما حضراتكم شايفين، وهمسك التوابل بالمعلقه كده، وهفتح الحبات اللي انا فتحتها بالسكينه. شرحته زي ما حضراتكم شايفين. احط ملح وفلفل وتوابل، لان ده كده انا ايه بحيقه مظبوط عشان الحياء بتاعه يكون رائع. انا كده حطيت الملح والفلفل، هقلبه على الناحيه الثانيه. وبرده هأكد على الحياء بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. وشايفين بقية التوابل هحطها كده على البصلة اللي انا تعمليها في الكبه، تعمليها بالمبشره. المهم عاوزه اوصل للنتيجه دي. بصلايه ناعمه جدا، وهمسك البصله اللي انا فرمتها وهفتح الطحال اللي انا شرحته وهحط له البصل كده يا بنات. شايفين البصل اللي انا بشرته هحطه في الطحال كده، هقلبه بعد ما انا هقلبه هجيب البصل بتاعي برضو هأكد على الفتحات اللي انا فتحاها، وهحط البصل في الشرايح بتاعت الطحال. شايفين كده البصلة انا بحطها ازاي في الفتحات، ولو بقى من بره طبعا مفيش اي مشكلة. كده بأكد على كل الفتحات بتاعتي اللي احنا فتحنا في الطحال
ونحط لها البصله كده انا اكدت على كل الطحال. الباقي هحطه كده على الوش عشان طبعا البصله دي بتديله طعم روعه. هكون محضره عصير الطماطم وهحط كده عصير الطماطم بالطريقه دي كده، لان الطحال انا هحطه على النار مش في الفرن، على البوتاجاز من فوق. هخليه ياخد يعني نص سوا من فوق. الطحال ده يا جماعه هيروى ميه كتير، فانا هخليه يشرب الميه دي بتاعته كلها. واذا احتاج ميه تاني لو كانش لسه استوى احتاج ميه تاني انا هحط له ميه تاني. وطبعا احب اقول لكم انا صراحه الطحال من غير سمنه بلدي ملوش معنى. لازم احط له معلقتين سمنه بلدي. وزي ما قلت لكم انا السمنه اللي بستعملها سمنه بلدي يعني فلاحي بمعنى اصح، مش سمنه بقري ولا علب ولا كده. السمنه البلدي دي بتديله طعم تاني خالص، يعني غير السمنه العاديه ولا كان زبده ولا اي حاجه. شفتوا ازاي انا كده خلصت الطحال بتاعي وتبلته تتبيله تمام. ولو حابه تحطي له قرن فلفل اخضر حامي لو انت بتحبي الحراق، انا موجود عندي ممكن برضو اضيف له. بحطي ما بتحبيش خلاص هو كده مظبوط، حياء مظبوط والسمنه بتاعته. وطبعا شايفين الميه دي هتغلي اكتر وهتزيد اكتر، وبعدين هيشرب الميه بتاعته. انا برضه هوريه لكم وهو على النار اما تكون الميه بتاعته. انا مش هحط ميه، هو يعني ايه هينزل العصاره بتاعته. هرجع لكم تاني كده يا بنات. زي ما حضراتكم شايفين الطحال رمى الميه بتاعته وشربها. لقيت طبعا لسه ما استواش، حطيت له كوبايه ميه. هشوفه بعد كده اذا لقيته استوى خلاص، ما استواش هرجع احط له ميه. اول ما يستوي كده ويكون خلاص هخلي فيه شويه صوص وبعدين احطه في الفرن علشان خاطر يكون احمره في الفرن. يعني ان شاء الله هرجع اوريه لكم اول ما يطلع من الفرن على طول. وانا كده خلاص يا بنات انتهيت من عميل الطحال وشويته. زي ما حضراتكم شايفين شكله شهي جدا جدا، وطعمه والله ما اقولكمش عليه، والحمد لله طلع روعه. انا اكلت حته منه ما اقولكمش عليه. انا بنصحكم لازم تعملوا الطحال النهارده، طلع روعه. الطريقه بتاعته سهله جدا جدا. وطبعا الصوص بتاعه انا هنا حبيت اوريه لكم. الصوص بتاع الطحال اللي انا عملته من البصل والتوابل والطماطم، ده الصوص اللي كان موجود. فهاخده. تحبي انت تعملي رز ابيض ممكن تاكليه بيه، ممكن تسلقي حبه مكرونه بيكون برضو تحطي الصوص ده على المكرونه بيكون روعه، مع حبه سلطه بتبقى الحكايه جامده جدا. فانا انصحكم لازم تعملوا الطحال بتاعي بنفس الطريقه دي بنفس التكنيك ده، صدقوني مش هتندموا ابدا. وما تنسوش يا بنات تعملوا شير واشتراك ولايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.